أهلا أهلا يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. قبل ما تبدأي الفيديو، ولو أول مرة تشوفيني، أنا بسمة ودي قناتي. يا ريت تدعميني باللايك والاشتراك في القناة، وتعملي لي كومنت حلو تحت، وتعملي شير مع صحابك للفيديو. بصوا بقى يا جماعة، أنا علشان أبدأ روتين يوم طويل، يعني دوت روتين يوم طويل، ما بين بقى أكل، ما بين تنظيف بيت، ما بين فطار، ما بين طبعا آه، يعني ابني طبعا، يعني ربنا يبارك فيه. فأنا علشان أبدأ يومي صح، لازم بقى أدلع نفسي أنا الأول. فأنا بعمل إيه يا جماعة؟ طبعا مش على طول بعمل كده، ولكن أنا علشان أعرف أشحن طاقتي كويس لليوم، لازم أبدأ يومي بهدوء. فأنا فتحت البلكونة كده ودخلت الشمس، وبعدين بقى دخلت عملت لنفسي فطار. طبعا ده بعد فطار يزن، دخلت عملت لنفسي فطار وعملت كوباية نسكافيه حلوة كده، وقعدت بقى كده شوية مع نفسي بتاع نص ساعة. أكلت السندوتش بتاعي وشربت النسكافيه، وقعدت شوية كده حلوين مع نفسي. يعني فتحت شوية نت، شفت أخبار الدنيا ايه كده. المهم يعني شحنت طاقتي بمعنى أصح. وبعدين بقى هبدأ يومي بقى الطويل اللي انت هتشوفوه معايا. يوم حلو جدا، والفيديو دوت روتين ممتع جدا جدا جدا. هتخسري لو مش هتكملي معايا للآخر بجد. دلوقتي طبعا انتوا شايفين ان عملت بقى النسكافيه، ده كان اسبريسو، وعلى فكرة ده كان عندي من الأول. اللي حاصل في الشقة من يزن، الصراحة أنا نمت وسبتها من كتر ما أنا بلم في الكلام دوت مليون مرة في اليوم. فأنا نمت وسبتها وقلت بقى بكرة اللي على النهاردة بقى كده بقى إيه أتصرف. ماشي، وأول حاجة إيه أظبطها، بس بصراحة ما حصلش كده. أنا أول حاجة عملتها هي أوضة النوم. شايفين هو واقف إزاي؟ أول حاجة عملتها هي أوضة النوم، نضفتها وظبطتها. هنا بقى بصوا، شايفين انتوا المنظر؟ شايفين؟ عايزه اقول لكم بقى يا جماعه ان دوت كان تاني يوم، بس انا عملت حاجات في نفس اليوم برضو. وقلت بقى اكمل تاني يوم، لاني بجد انا كنت تعبت جدا مره واحده. فقلت ان انا لا اكمل تاني يوم مش مشكله. طبعا الدنيا كانت مطربه زي ما انتوا شايفين. وكانت محتاجه بجد 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 انها تتنضف. وكان يزن اي طفل يعني بيحب الكركبه، وحتى لو نضفناها يعني ما بتشوفوا. بصوا يا جماعه، انتوا بتشوفوا الروتينات بتاعت الناس. لا طبعا ما فيش شقه فيها أطفال تفضل نضيفة كده 24 ساعة. تمام، مبدئيا يعني اللي في الشقة، أي شقة فيها طفل صغير تقريبا والله بجد كل ساعة بشيل وبلملم وبعمل علشان خاطر نعرفوا نقعدوا بس. فأنا والله يعني إيه، قلت بقى أعمل روتين جامد كده، أمسح كل الموبيليا بتاعتي وكل الأتربة اللي على الحاجة، وظبطت الدنيا يعني. تمام، عايزة أكلمكم بقى عن إيه، عن المقاطعة. دلوقتي يا جماعة المقاطعة، أنا باحاول تمامًا قدر الإمكان إني أبعد تمامًا عن أي حاجة تبقى مقاطعة. وكمان ده دورنا كلنا، يعني إحنا ما فيش حاجة في إيدينا نعملها غير ديّة. فلازم يعني نبقى يعني إيه، نقدر نعمل حاجة فيها، يعني إحنا نقدروا نعملوا حاجة فيها. يعني مثلًا لو في نسكافيه ما تشتروش، في مثلًا أي حاجة بقى في المقاطعة، شيبسي ما تشتروهوش، بيبسي ما تشتروهوش، اشتروا طبعًا الحاجات البديلة. تمام. أنا بقى يا جماعة الحاجات اللي عندي ديّة كانت حاجات عندي من الأول. أنا كان عندي بسكوتات وعندي الحمد لله، يعني الحمد لله نعمة من عند ربنا. فمش هارميها، دي خلاص already الفلوس بتاعتها اتدفعت. تمام، فأنا هارميها ليه؟ دي نعمة ربنا، حرام تترمي. فأنا باستخدمها عادي لحد ما تخلص من عندي إن شاء الله. خلاص بقى هابدأ أجيب حاجات تانية اللي هي المصرية. بس يعني أنا دلوقتي لمّا بانزل أشتري مسحوق بقيت باجيبه سايب بصراحة، يعني مسحوق الغسيل بقيت باجيبه سايب. شيبسي ما بقيتش باجيب شيبسي، بقيت باجيب أنواع تانية لايون مثلًا، أي حاجة من ديّة. بقيت باجيب الحاجات اللي هي تبعنا مصرية. بس دول الكلمتين دول يعني إيه، ما حدش يزعل منهم، كلمتين في قلبي وما حدش يزعل منهم. إحنا نعمة ربنا عندنا، حرام لمّا نرميها، دي خلاص فلوسها راحت، خلاص فلوسها يعني خلاص. بس دي حاجة يا جماعة. تاني حاجة بقى إيه، نرجع لموضوعنا المهم. أنا زي ما أنتم شايفين كده ما سِبتش حتّة إلا مسحتها من الأتربة. وطبعًا الفوطة اللي أنا بامسح بيها نضيفة، ريحتها حلوة، ما فيهاش أي مَيّة نهائي، علشان خاطر
اي ميه بتبوظ العفش، حتى يا جماعه كمان بتاع اللي هو ملمع الاخشاب ده، انا بحس ان هو كمان بيبوظ الخشب يعني. بس انا جربت نوع واحد، يعني عايزه اجرب نوع تاني. وانا بصراحه مش بستخدمه على طول، انا بستخدمه كل فين وفين. هنا بقى مسكت كل الالعاب، لميتها بسرعه جدا. طبعا يازن هيشوفني بلم الالعاب هيقعد يعيط عايزي جدا، بس احنا كنا لازم نلم الالعاب اللي في الارض دي، واحنا رايحين واحنا جايين لازم ندوس عليها، اللي يتعور واللي يقع واللي يتكسر عادي. بدأت بقى ألمها كده وأظبط الدنيا، يعني بصراحة الدنيا راقت كتير عن الأول. وبجد لما الدنيا بتبقى رايقة كده الواحد بيحس كده ايه، اني خلاص بقى يعني، خلاص يعني. حتى على فكرة عايزة اقول لكم حاجة، حتى لو الدنيا متطربة وشكلها رايق، الواحد بيحس برضو ان هي نظيفة، مش عارفة انا بحس كده. تمام، لان انا اصلا 24 ساعة عندي الدنيا بتبقى مليانة تراب، يعني البلكونة يعني بتبقى يعني ابقى عاملاها النهاردة الصبح، النهاردة بالليل تلاقيها اتملت تراب تاني. بس انا بجد بجد مسكت الدنيا خليتها فله. طبعا عايزه اقول لكم ان السجاد دوت المفروض يتشال ويتعمل تحت والكلام ده، بس بجد والله العظيم انا ممكن اشيل السجاده اللي انا واقفه عندها دي دلوقتي بره واعمل تحتيها وتمام تمام مفيش مشكله، وساعات بعمل كده على طول يعني. لكن اللي تحت العفش ده انا لا يمكن اقدر اشيلها لوحدي، ولو شلتها لوحدي مش هقدر احطها تاني لوحدي. هي بقى اللي انا عندها دي صعبه جدا، السجاده دي تتشال من تحت العفش. ولكن بجد انا بجد السجاد يا جماعه الكبير دوت دمار والله العظيم، انا مش عارفه ايه اللي خلاني عملت في نفسي كده. بص بقى المعطر دوت تركي خطير بجد، تحسي كده ان ريحه الدنيا كده فاكهه كده ورائعه بجد. جيت عند اوضه النوم وقلت لكم ممنوع نصور هنا طبعا. بصوا بقى الفراخ دي انا طلعتها، هنعملها بطريقه حلوه قوي 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 النهارده. طلعتها من التلاجة، هي اصلا انا كنت مغسوله وبشيل منها الاماكن اللي بتبقى زفره يعني. وببدا بقى انقعها شويه بتاع نص ساعه كده في المحلول ده، دي بتبقى ميه، يفضل ميه ساقعه شويه يعني، ولا ساقعه قوي ولا عامله قوي ولا دافيه قوي. وبحط عليها دقيق وملح وليمون وخل، واقلبها كده كويس مع بعضها، بس مش ملح كتير ها. وبعدين بقى ابدا احط الفراخ واسيبها بقى مع نفسها نص ساعه ساعه. بعدين باجي ماسكاها شطفاها تاني، وباجي بقى ايه عامله بقى ايه الخلطه دي. انا كان المفروض يبقى عندي زبادي بس انا نسيت اجيب، دي خلطة سورية، حطيت معاها معلقة وحطيت معلقة خلطة مشاوي، وحطيت نقطة من الكركم عشان يديها لون حلو كده، وحطيت حبهان وحطيت ملح وحطيت فلفل أسمر، وحطيت كل الحاجات ديت. وقطعت بقى بصل، يعني انا هحط الاول الحاجات دي بعد كده هقطع على وش بصل. على فكره يا جماعه الزبادي، بصوا انا غسلت الاول الفراخ كده عشان التتبيله تدخل جواها. على فكره يا جماعه الزبادي هي يعني دي معموله من لبن ودوت لبن عادي يعني، عشان بس محدش يقول عليا ان انا ايه عكيكه. بصوا دي بطاطس وطماطم قطعتهم وسبتهم كده على جنب شويه، وحطيت بقى البصله ودوت كمان هسيبه فيه قلبيها اقل حاجه يوم، بس انا هسيبه في قلبيها ساعتين بس. بعد الساعتين بقى هجيب البتاع الاكياس الحراريه خطيره بتبقى فيها الفراخ، هحط في قلبها الفراخ وهحط عليها التتبيله وهحط الطماطم والبطاطس، وكمان هقطع معاهم فلفل. هحطها في قلب صينيه، والصينيه احط فيها ميه مغليه، احطها على الرف الاوسط على درجه حراره عاليه، اقل من عاليه شويه، وهسيبها ساعه. ايه الزغي ده، انا رغايه جدا على فكره، انا دماغي وجعتني والله. بصوا بقى انا بقفل الكيس الحراري كده من فوق، وبديله بس النغزه كده يعني بالسكينه من فوق برضه عشان الصوص ده ما يقعش، علشان ممكن يتنفخ في قلب الفرن ويفرقع. لا احنا النغزه يعني
الحته اللي قطعناها من الكيس دي مش هتخلي الكيس يتنفخ، وانا كمان بطلع منه الهواء قبل ما اقفله. بس كده اهوت. كان عندي بقى يا جماعه كمان ايه، بطاطا. هتشوفوها معايا دلوقتي اهي، هناك اهي، كانت كبيره قوي، مسكتها قطعتها نصين، وكمان حطيتها في الكيس الحراري وحطيتها في قلب صينيه، بس الصينيه ما كانش فيها ميه ولا حاجه. وعملت برضو نفس النغزه بتاعت الكيسه ديت عشان الكيس برضو ما يتنفخش ويتعمل في الفرن. وبس كده. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تدعميني باللايك والاشتراك في القناه يا جماعه، اللايك اهم حاجه بالله عليكم، وكمان تشتركي في القناه، وكمان تعملي شير في القناه. بصوا بقول لكم هنا اللي كل حاجه استوت بقت تحفه، واصلا جوسي جدا وخطيره. بعد كده انا يعني حطيتها تاني تحت الشوايه يعني شويه، اخدت لون تحفه.